ايه اكتر تفصيلة تيم عز ركز فيها فرقت معاك؟ التفصيلة ان دخل حياتي اكتر عن اي حد قبل كده، مش من باب رخامه خالص، من باب ان هم بيدوك كده. يعني مثلا عايز اتمرن الصبح ولا بالليل، انا واحد من الناس مثلا بسافر كتير، نظبط ايام التمرين في السفر. دي حاجه لذيذه، انا بشوفها دايما ان هي حاجه جميله ان الناس مهتميه. فدي بصراحه فارقه جدا جدا جدا. بلس طبعا موضوع الكوتش فارقه جدا جدا جدا. تتكلم مع الكوتش معه بيسمعك، لا الدنيا بقت مور فليكسبل يعني عن اي وقت قبل كده. ايه اكتر حاجة عجبتك في السيرفيس نفسها؟ عجباني جدا السهوله، الدنيا مش معقده، الابلكيشن موضح التمارين. ده بالنسبه للورك اوت. بالنسبه للاكل بيتعمل لك الاكل اللي انت بتحبه، تبعت اي حاجه بيترد عليك على طول. الدنيا ماشيه يعني بسهوله. ايه اللي بيخليك تجدد مع تيم عز؟ كل الحاجات اللي انا قلتها دي، لا ناس بروفيشنال، الناس بتتعامل معاك ان احنا مش كلاينت وترينر، لا لا لا، كأن حد ماشي في ظهرك، ديك موتيفيشن. ديورنج رحلتي مع تيم عز جيت يوم في مره اتصبت ولا حاجه، الناس كانت بتسال عليك وانت بنفسك بتبقى شايف ريزلت. طيب حاسس الفلوس اللي انت بتدفعها ورثت؟ جدا، ده قليله كمان انت كويس يعني. قلت والله بزون زون. وكل حاجه وتحققوا يعني بتقدموا سيرفيس مختلفه. انا اعرف ناس كتيره مع ناس تانية، بشوف اللي بيجرى هنا بشوف اللي بيجرى هنا، لا الموضوع معانا مختلف تماما. واحنا بنؤمن ان كل شخص يستحق الفرصه في تحسين نتائج شكل جسمه وصحته. عايزين تبداوا رحلتكم؟ ابعتوا لنا دلوقتي.